في الفيديو ده هقول لك على التطبيق الوحيد الصادق اللي بيظهر لك باسورد اي شبكه واي فاي موجوده في اي مكان في العالم. التطبيق ده موجود على متجر جوجل بلاي، تقدر تحمله على اي موبايل عندك، وده التطبيق الوحيد الصادق على متجر جوجل بلاي. وحط تحت كلمه الصادق دي 10 خطوط، لان باقي التطبيقات على متجر جوجل بلاي للاسف مش شغاله. يعني انا اتذكر في مره دخلت على جوجل بلاي وحملت تطبيقات من التطبيقات دي علشان يفتح لي الواي فاي، فتتخيل التطبيق طلب مني ايه؟ اغرب طلب ممكن يطلب. التطبيق بيطلب مني احط له الباسورد علشان يفتح لي شبكه الواي فاي. طيب انا لو معايا الباسورد انا هنزلك ليه؟ انا جايب حضرتك ليه؟ لكن مع التطبيق اللي هشاركه النهارده معاكم دلوقتي، التطبيق بنفسه اللي هيجيب لك الباسورد ويقول لك اتفضل وافتح اي شبكه واي فاي انت حابب توصل عليها اقرب شبكه واي فاي او اي شبكه واي فاي موجوده في اي مكان في العالم. والتطبيق ده منتشر في المحتوى الاجنبي او في الدول الاجنبيه بشكل عام، لكن التطبيقات اللي انتشرت باللغه العربيه او انتشرت في الوطن العربي عامه، التطبيقات دي كلها سيئه ومفيش تطبيق بيسمح لك تفتح واي فاي مجانا او بيوصلك بشبكه واي فاي حقيقيه. للاسف دي كلها تطبيقات تقليد. انما التطبيق الاصلي اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، هندخل على متجر جوجل بلاي وهنشوف التطبيق، وانت بنفسك هتقدر تفرق ما بين التطبيق الاصلي وما بين التطبيقات التقليد. مش عايز اطول عليكم في وقت الفيديو، اضغط على الشاشه وقف الفيديو وانزل حط لايك، ولو عندك سؤال اكتب لي في التعليقات، وارجع كبر الشاشه علشان تشوف الشرح بالتفصيل وتقدر تميز ما بين التطبيق الاصلي والتطبيقات التقليد. نروح نفتح متجر جوجل بلاي وهنيجي في مربع البحث وهنكتب واي فاي ماب باللغه الانجليزيه، لان انت لو كتبت باللغه العربيه هيظهر لك تطبيقات تانية خالص، التطبيقات اللي انت شايفها تحت دي كلها. تمام؟ فهو البرنامج ده هنضغط عليه بالشكل ده كده. اخر تحديث في 10/1/2023. التحديث ده خرافي. انا اتوقع ان البرنامج ده هيوصل ل 2 مليار تحميل بعد التحديث الجديد ده. لو عملنا رجوع كده وشفنا عليه كام تحميل، 100 مليون. هو رقم كبير، لكن انا اتوقع ان التطبيق ده يوصل مليار او 2 مليار في فتره قريبه قصيره جدا. وتقييم التطبيق ده على متجر جوجل بلاي 4.5 نجمه، يعني تقييم عالي جدا. عايزك تركز معايا بقى في شكل التطبيق، صوره التطبيق والحروف او الكلام او اسم التطبيق، العنوان الرئيسي، علشان تحمل التطبيق ده بالظبط. ما تحملش تطبيق تاني وترجع تقول التطبيق مش شغال او الطريقه مش صادقه او الكلام ده كله. خلاص احنا كده عرفنا الفرق وهنقفل جوجل بلاي. بعد ما بنحمل التطبيق بيظهر لنا بالشكل ده. لو ضغطنا عليه كده تشغيل، عايزك تركز معايا بقى في طريقه تشغيل التطبيق ازاي. وعايز اقول لك على حاجه مهمه برضه، انا كنت بسال نفسي هو مبرمج التطبيق ده او صاحب التطبيق ده بيستفيد ايه من التطبيق نفسه، واكتشفت ان التطبيق ده هدفه ان هو يعرض عليك اعلانات على قد ما يقدر. يعني عايز يظهر لك اعلان علشان هو بيستفيد من الاعلان ده، وممكن تشتري النسخه المدفوعه علشان ما يظهرلكش اعلانات. وبالشكل ده كده صاحب التطبيق بيستفاد، لا اما بظهور الاعلان او ان انت تشتري النسخه المدفوعه. لو ما عندكش مشكله استخدم النسخه المجانيه وهتفتح معاك انترنت مجاني عادي بدون اي مشكله، لكن هيظهر لك بعض الاعلانات. وعلشان تعرف الطريقه اللي بيجيب لك بيها باسورد اي شبكه قريبه منك او اي شبكه موجوده في العالم، هتدخل على قائمه المتصدرون هنا. لو دخلنا على اول واحد متصدر على العالم كده، ندخل على البروفايل بتاعه، عنده 982,460 نقاط. ده اعلى عدد نقاط في العالم، وده مشارك 7602 مكان. والشخص اللي بيشارك الواي فاي ده او الباسورد الواي فاي هو وملايين غيره كتير بيكون هدفهم ايه؟ هدفهم ان هم يحصلوا على اكبر عدد من النقاط، عايزين يربحوا نقاط على قد ما يقدروا، فبيقدموا لك الباسورد في سبيل ان انت تيجي تضغط لهم على كلمه شكرا هنا. فهو انت لما تضغط له شكرا في البروفايل عنده بيزيد عدد النقاط، بيربح عدد نقاط اكتر. فهو كل هدفه الاساسي ان هو يحط لك باسورد صحيح علشان انت تضغط له كلمه شكرا دي، وعدد نقاطه يزيد ويربح نقاط اكتر واكتر. وعندنا ملايين بقى في القائمه دي من جميع انحاء العالم بيشاركوا باسوردات واي فاي. نروح بقى على الخريطه من هنا كده، علشان تجيب اي باسورد واي فاي قريب منك ممكن تضغط على كلمه الموقع معطل اللي هي في اعلى الشاشه دي. لو ضغطت عليها هيشغل لك الموقع عندك وهيكشف لك جميع شبكات الواي فاي الموجوده قريبه منك وهيكشف لك الباسورد بتاعهم. وفي طريقه تانية اللي هي ممكن تكبر الشاشه بالشكل ده كده، وليكن انا في مصر هنا باجي اكبر على مصر، بعد كده اختار المدينه اللي انا فيها او المكان اللي انا فيه، اكبر بالشكل ده كده لحد ما تظهر لي النقاط الزرقاء اللي موجوده قدامك على الشاشه دي اللي فيها ارقام. لو ضغطت على الرقم ده كده مثلا وبعد كده ارفع الشاشه للاعلى، هيجيب لي هنا شبكات واي فاي قريبه من المكان اللي انا اختاره، وكل شبكه ومعاها الباسورد بتاعها. كل اللي عليك ان انت تضغط على الشبكه بالشكل ده كده، وهنا جايب لك كلمه المرور هنا اللي قصادها رمز المفتاح. كل اللي عليك ان انت بتضغط على رمز المفتاح بالشكل ده كده، بيقول لك يتم النسخ كلمه المرور
الى الحافظه. كده انت نسخت كلمه المرور عندك. كل اللي عليك ان انت هتروح تفتح الواي فاي وهتجيب اسم الشبكه اللي موجود فوق عندك هنا في اعلى الشاشه ده، تمام؟ ده اسم الشبكه. هتروح تفتح الواي فاي هتلاقيها ظاهره عندك، هتحط الباسورد وهتتصل وتفتح انترنت مجانا. وعايز اقول لك على حاجه مهمه كمان، انت ممكن ما تظبطش معاك من اول محاوله، يعني ممكن تجرب شبكه واثنين وثلاثه، مفيش مانع. وعايز اقول لكم ان الطريقه دي قانونيه 100%، وان اصحاب شبكات الواي فاي هم اللي بيشاركوا معاكم الباسورد ده، بحيث ان انت تقدر تستخدمه بطريقه قانونيه وطريقه شرعيه 100%. ولو عايزين طريقه تشغيل انترنت مجانا من خلال البلوتوث اكتبوا لي في التعليقات. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه، واشوفكم في حلقه جديده بخير باذن الله.